ازيكم عاملين ايه؟ هبدأ النهارده في اول درس من دروس اولى ثانوي الترم التاني. ده اول درس بيتكلم عن الماتريكس او الماتريسيز جمع، الماتريكس مفرد. تمام. طيب عندنا الماتريكس ليها اوردر. الاوردر ده الترتيب بتاعها بتترتب على اساس ايه؟ على اساس الرو والكولم. الرو اللي هو ايه؟ الصف، اللي هو كده، ده صف، رقم ورقم ورقم في صف واحد. طيب الكولم اللي هو كده عمود، عمود يعني رقم ورقم 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 واقفين ايه فوق بعض كده، عمود على شكل عمود. يبقى عندنا رو ده صف وايه وكولم عمود. طيب عندي example الاي ماتريكس ايه، يعني الاي دي اسم الماتريكس، ممكن نسمي ام، نسمي اف، اي حاجة، المهم دي اسم الماتريكس. طيب 2 و4 و6 و3 و5 ونيجاتيف 1 دي ترتيبها ايه؟ الاوردر بتاعها ايه؟ هرتبها ازاي؟ الرو الصف فين؟ في العمود، في كام عمود؟ الرو في الكولم. انا دلوقتي عندي كام صف، كام رو؟ ادي واحد وادي اتنين. طيب كام كولم؟ كتبت هنا اتنين اللي هو الرو. طيب كام كولم؟ 1 2 3، تلات عواميد، كتبت 2 في 3. ده الاوردر بتاع ايه؟ الماتريكس بتاعتي. طيب حابة اشوف ماتريكس شكل تاني. الشكل التاني هيبقى مثلا كده زي ماتريكس بي. طيب كلهم فوق بعض، هنا انا ما عنديش ايه؟ ما عنديش غير رو 1 2 3، عندي 3 روز. طيب انا عندي كام كولم؟ عندي واحد كولم بس اهو، عمود واحد. اظن كده مفهومة وبسيطة جدا، يعني ما فيهاش اي تفكير. طيب هنيجي في الشكل الثالث اللي هي ماتريكس سي. طيب الشكل الثالث عندي عامل ازاي؟ عايزه اجيب الاوردر بتاع الماتريكس بتاعتي. قلنا بنعمل رو في كولم، فين اهي، خلوها دايما قدامكم، رو في ايه؟ في الكولم. الرو اللي هو الصف، الكولم العمود. طيب ادي السي، انا عايزه اجيب الاوردر بتاعها. الرو عندي كام؟ واحد اهو. الكولم عندي كام عمود؟ واحد اتنين تلاتة. حتى لو هما مش كاملين عندي تحت، يعني مش مكتوب ارقام تانية مثلا، يعني هنا كان عندي كذا رقم فوق بعض، هنا انا مش عندي، فعادي يعني ده يتحسب عمود، ده يتحسب عمود، ده يتحسب عمود. مش شرط يبقى عندي ارقام كتير تحته، يعني ممكن العمود يبقى فاضي عادي ما فيهاش اي حاجة، بس الصف عندي مليان، بقى هو صف واحد بس ايه فيه التلاتة، يعني التلاتة مكتوبين. يبقى الرو اهو فين؟ في الكولوم 1 2 3، 1 في 3، ده الاوردر بتاع الماتريكس بتاعتي. اظن سهلة ومفهومة وبسيطة. انا عندي كذا سبيشال ماتريكس. سبيشال ماتريكس يعني حاجات سبيشال، حاجات آه، مش زي الباقيين، يعني بتتعامل معاملة تانية. طيب عندي الرو ماتريكس. الرو ماتريكس اللي هي ماتريكس عبارة عن رو بس. في ماتريكس رو بس، في ماتريكس رو بس، زي ما في ماتريكس رو بس في ماتريكس كولم واحد بس، اسمها الكولم ماتريكس. طيب دي اشكال الماتريكس، بس دي حاجات اسمها سبيشال ماتريكس. طيب عندي حاجه اسمها سكوير ماتريكس. سكوير ماتريكس يعني يا اما 2 في 2 يا اما 3 في 3. تمام. ازاي الماتريكس تبقى 2 في 2؟ لو هي عندها 2 روز فين؟ في 2 كولم. انا جبت منين 2 في 2 دي؟ 2 رو، 2 صف في 2 عمود، عملوا لي ايه؟ 2 باي 2. طيب ازاي جبت ال 3 في 3؟ 3 باي 3 دي جبتها ازاي؟ 3 رو اهو 1 2 3 فين؟ في 3 كولوم 1 2 3. انا حابه اقول لكم بس حاجه، ان اللي ناوي يكمل ان شاء الله علم رياضه او علم علوم كمان، علمي عامه، هتحتاجوه كتير قوي في دراستكم اللي جايه في ثانوي وكمان في الجامعات كلها بتعتمد على الماتريكس. خاصة علم الرياضة والناس اللي هتخش بقى انجينيرنج او كمبيوتر ساينس او الجو ده، كلكم هتحتاجوا الماتريكس كلكم.
حتى الناس اللي هتخش علوم او صيدلة او الحاجات دي برضو، يعني ربنا يوفقكم كلكم تخشوا كل اللي نفسكم فيه، هتحتاجوا برضو الماتريكس. تمام، فلازم الدرس ده من اهم الدروس اللي عندنا. طيب رابع حالة من السبيشال ماتريكس ايه؟ الزيرو ماتريكس. الزيرو ماتريكس دي يعني ايه؟ يعني الرو او الكولوم، سواء عندي روز او كولوم كلهم بزيرو. هنا انا عندي الرو كله زيروهات، وعندي هنا الكولوم زي كلها زيروهات. الرو في الكولوم زي كلها زيروهات، يبقى الماتريكس عندي كلها زيرو. حتى لو الماتريكس عندي 3 باي 3 هتبقى كلها عاملة كده. دي الماتريكس اللي كلها اسمها ايه؟ زيرو ماتريكس. تمام، ناخد مع بعض اول مسألة. اول مسألة عندي بتقول ايه؟ ان الماتريكس A 1 0 7 نيجاتيف 4 4 8 5 6 9 عايز ايه؟ عايز الاوردر 1 و 3. دي مش 13، يعني عايز اوردر 1 و 3، بس هي بيكتبوها كده. طيب ال1 وال 3 دول بيمثلوا لي ايه؟ ال1 بتمثل لي الرو، وال3 بتمثل لي ايه؟ الكولم. طيب رو 1 اللي هو ايه؟ اللي هو ده. طيب كولوم 3 اللي هو ده، عندي كولوم 1، ده كولوم 2، ده كولوم 3 اللي هو ده، ده كولوم 3. طيب هجيب السوليوشن بتاعي ازاي؟ انا عايزه التقاطع او الانترسكشن بتاع رو 1 مع كولوم 3 اللي هي ايه؟ اللي هي 7 دي، اللي عدى عليها الحاجه مرتين، عدى عليها الرو وعدى عليها علامه الكولوم، صح ولا لا؟ صح. يبقى السوليوشن بتاعي ايكوال كام؟ 7. طيب عايز ايه تاني؟ الاوردر بتاع 3 و 2. قلنا اوردر 3 و 2، قلنا 3 هتمثل لي الرو وال2 هتمثل لي الكولوم. طيب رو نمبر 3 اللي هو اني؟ ده عندي نمبر 1، ده 2، ده 3، ده عندي اللي هو الرو نمبر 3. طيب الكولوم 2 ده نمبر 1، ده كولوم 2، ده كولوم 3، يبقى كولوم 2 اللي هو ده. طيب ايه نقطة الانترسكشن او ايه الانترسكشن بوينت؟ اهي 6 عدى عليها علامة الروز وعلامة الكولومز، يبقى السوليوشن عندي ايكوال 6. ده السوليوشن بتاعي. عندي نوع برضو من الماتريكس اسمه equal matrices. طيب الايكوال ماتريسيز ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيبقى عندي مثلا ماتريكس كده 6 2 1 3 5 4 هتبقى ايكوال. انا عايزاها تبقى ايكوال الماتريكس اللي قصادها. هعرف منين ان هي ايكوال؟ لما يبقى عندي كل الارقام زي بعض. 6 هنا هي ال6 هنا، 2 هنا هي ال2 هنا، 1 هنا هي ال1 هنا، 4 هنا هي ال4 هنا. طيب 5 هنا عندي هنا 10 over 2. 10 over 2 اللي هي بكام؟ ب5، يبقى برضو معانا. طيب 3 هنا هي ايه؟ 3 هنا، يبقى الماتريكس دي ايكوال ايه؟ الماتريكس دي. يبقى دول 2 equal matrices. تمام. بس بيقول لي but عندي هنا الماتريكس دي 6 هنا 6 هنا، 2 هنا 2 هنا، نيجاتيف 3 هنا، في قصادها نيجاتيف 3 في هنا، بس لا دي مش قصادها، دي قصاد الروت 2. الروت 2 قصادها هنا ايه؟ نيجاتيف 3. طب النيجاتيف 3 هنا قصادها ايه؟ قصادها الروت 2. فكده دي مش ايكوال، دي not equal matrix. لازم الحاجة اللي تبقى هنا قصادها من الناحية التانية نفس الحاجة. يعني 6 هنا هي تبقى نفسها هي ال6 هنا، يعني الأولى تبقى زي الأولى، والتانية تبقى زي التانية، والتالتة تبقى زي التالتة، والرابعة تبقى زي الرابعة. أنا هنا عندي التالتة والرابعة مش زي بعض، يبقى دي مش equal matrix. عندي نوع مهم قوي من الماتريكس اسمه الماتريكس ترانسبوز اللي هو علامتها بتبقى كده A وعليها حرف التي من فوق زي الباور، بس اسمه تي. التي اسمه ترانسبوز، يعني A ترانسبوز. A ترانسبوز دي بقى بنجيبها ازاي؟ هنشوف دلوقتي. احنا دلوقتي عندنا الاكزامبل بيقول لنا ايه؟ find the transpose of the following matrix، اللي هي ماتريكس A مديني 1 ونيجاتيف 3 و5. طيب مبدئيا احنا اول حاجه هنجيبها الاوردر بتاع الماتريكس ده. الاوردر بتاع الماتريكس اتفقنا اللي هو بيبقى عباره عن الرو في الكولوم، يبقى الاوردر ايكوال ده ايه؟ رو. الرو عندي 1. طيب كام كولوم؟ 1 2 3، يبقى الماتريكس دي 1 في 3. طيب الترانسبوز يعني انا عايزه اخليها مقلوبها يعني هخليها 3 في 1. 3 في 1 يعني ايه؟ يعني عندي 3 رو
هيبقى عندي 3 رو وايه 1 كولوم. تخيلتوا شكلها هتبقى ايه؟ هتبقى طويلة 3 رو، يعني هشقلب بقى الحاجات دي، هخلي 1 نيجاتيف 3 5 كده. بقى عندي ايه؟ بقى عندي 3 رو اهو وايه 1 بس كولوم. يبقى ده السوليوشن بتاعي اللي هو ايه 1 نيجاتيف 3 5. انا عملت ايه باختصار كده. الماتريكس عندي كانت مفروضة كده بالعرض، تمام؟ انا خدتها شقلبتها بالطول، خليت بدل ما هي 1 وجنبها نيجاتيف 3 وجنبها 5، لا خليت ال1 الاول وتحتها النيجاتيف 3 وتحتها ال5. ده اللي بيحصل بالظبط في الترانسبوز. طيب بيقول لي عندي نوت ان الاي ترانسبوز هتديني ايه تاني. يعني ايه ترانسبوز؟ يعني الاي لما شقلبها وشقلبها تاني هتديني نفس الايه الاصليه. طب ما تيجوا نجرب. ماشي، يلا بقى نحل. انا جبت الاي ترانسبوز، طلعت بكام؟ طلعت ب1 ونيجاتيف 3 و5. طيب عايزه اجيب الاي ترانسبوز ايه ترانسبوز عايزه اشقلب دي تاني. اشقلبها هتبقى ايه؟ هي عندي اصلا الاوردر بتاعها كام؟ الروز عندي 3 في 1، انا عايزه اخليها 1 في 3. تمام، 1 في 3 يعني هيبقى عندي رو 1 وكام و3 كولوم. يبقى هتبقى كده اهو 1 نيجاتيف 3 و5. رجعت تاني زي ما هي ولا لأ؟ رجعت زي ما هي بالظبط، رجعت زي الأصلية. تمام، يبقى عندي A ترانسبوز هتديني ال A. طيب عندي example بيقول لي find the transpose of the matrix، ومديني الماتريكس دي اللي هي B ومديني أرقامها نيجاتيف 3 4 2 نيجاتيف 1. طيب الماتريكس دي أول حاجة هشوف الأوردر بتاعها. أنا عندي كام رو؟ 1 2، يبقى 2 في تايمز كام كولوم؟ 1 في 2، يبقى الماتريكس دي 2 في 2. بالمناسبة الماتريكس دي سكوير ماتريكس، كان اسمها سكوير ماتريكس. ده كانت حتى من السبيشال ماتريكس، كانت سكوير ماتريكس من السبيشال ماتريكس. طيب انا عايزة اشقلبها، هعمل هتبقى برضو 2 في 2. مبدئيا الماتريكس لما شقلبها هتبقى 2 في 2 برضو، فهعمل نفس البراكت، هفتح نفس البراكت بحجمه بالظبط. طيب انا عندي النيجاتيف 3 جنبها ال4، بدل ما هي جنبها خليها تحتها، نيجاتيف 3 وال4 بقت تحتها. طيب عندي ال2 بدل ما جنبها نيجاتيف 1 هخليها تحتها نيجاتيف 1. اصبحت الماتريكس 2 في 2 بس متشقلبه. تمام، نشوف الاكزامبل اللي بعده. برضو نفس الحكايه، عايز ترانسبوز اوف ماتريكس ومديني ماتريكس سي، بس هي كبيره شويه. طيب اول حاجه هجيب الاوردر بتاعها اللي هو الرو في الكولوم. ادي الرو 1 2 2 في الكولوم كام؟ 1 2 3 2 في 3، ده الاوردر بتاعها. طيب يبقى انا لما اجي اشقلبها هتبقى 3 في 2 اللي هي عامله ازاي؟ هيبقى عندي 3 رو 1 2 3 في كام؟ في 2 كولوم 1 2، هتبقى بالظبط على قد كده. طيب انا اقدر ان انا اشيل بقى اللي انا عملته في النص ده واسيب حجم البراكت. انا بس بقيس الحجم بتاع البراكت، يعني لما بجيب الاوردر بتاعها بيبقى علشان اقيس حجم البراكت واشوف حل هيطلع صح ولا غلط، عشان ابقى متأكدة 100% واجيب الدرجة النهائية. طيب ال1 جنبها جنبها النيجاتيف 2، جنبها النيجاتيف 1. قلنا اي حاجة جنبها تبقى تحتها، يبقى 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1. طيب ال4 جنبها 3 جنبها 5، هتبقى تحتها 4 3 5. طيب كده انا خلصت؟ لا، لما اتاكد الاول هل الماتريكس اللي عندي دي طلعت لي 3 في 2 زي ما انا كنت حاسبه. هشوف عندي 1 2 3، ده كده كام؟ 3 رو صح. طيب عايزه 2 كولومز 1 و2، طلعت لي 2 كولومز، يبقى طلعت لي فعلا باوردر 3 في 2. انا كده ماشيه صح، وكده انا اتاكدت ان حلي كله صح. بقى سؤال عن الايكوال ماتريكس. طيب هو هنا بيقول لي find the value of x and y if. طيب انا شايفه المساله دلوقتي، فهمت حاجه؟ فهمت طبعا، انا ليا عين وبشوف. شفت شفت الايكوال،
عرفت ان التو ماتريكس دول هو عايز يقول لي ان هم ايكوال، بس هو مش كاتبها لي. يعني هو في المساله مش كاتبها، مش قايل لي ان هم ايكوال صراحه. احنا بقى من هنا ورايح ناخد على كده، يعني ناخد ان في ايه، مفيش سلكان في المسائل. يعني المسائل كده مش جايه سالكه، لازم هتعتمد على نفسك انك تبقى قوي الملاحظه او تبقي قويه الملاحظه. تبصي بعينك انت دلوقتي شفتي ايكوال هتسيبيها وتمشي؟ لا طبعا، انا استفدت اصلا حل المساله كله من علامه الايكوال. ليه؟ لان دي قالت لي ان الاولانيه هتبقى ايكوال الاولانيه، والتانية هتبقى ايكوال ايه التانية، والرابعه هتبقى ايكوال الرابعه، والتالتة هتبقى ايكوال التالتة. صح ولا لا؟ وعرفت منها ان الاكس بلس 5 هتبقى ايكوال ايه 2. طيب وعرفت منها ايه تاني؟ ان 2y بلس 2 اللي هي الرابعه هنا هتبقى ايكوال الرابعه هنا، ايكوال نيجاتيف 14. كل ده عرفته من علامه الايكوال. طبعا عرفتني حل المساله كله، هي جابت لي طرف الخيط وانا اعرف احل. طيب x بلس 5 equal 2، يبقى انا عايزه ايه؟ اجيب الاكس، يبقى هودي ال 5 الناحيه التانية بالنيجاتيف، يبقى x equal 2 minus 5. يبقى x equal كام؟ باخد على اشاره الكبير اللي هي النيجاتيف، نيجاتيف 3 وبعملهم ماينس. طبعا احنا مش محتاجين نشرح بقى ايه الايكويشنز من الاول، يعني انا شبعت والله شرح فيهم. ماشي. 2y اصل انا شايله في قلبي كتير يعني والله، بسبب الايكويشنز دي وبسبب الاشارات والايكوال ومش عارفه الحاجات دي ما بتتشافش عندكم، انا عارفه يعني كلها شكليات. ماشي، نخش على الايكويشن التانية. 2y بلس 2 equal نيجاتيف 14. انا عايزه اجيب ايه؟ عايزه اجيب الواي. طيب هي لازق فيها 2، فهودي 2 الناحيه التانية اللي هي ايه مش لازقه فيها. 2y equal نيجاتيف 14. ال2 دي هوديها ايه بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف 2. يبقى 2y equal ايه نيجاتيف 14 minus 2. قلنا بناخد الساين بتاعت الكبير وبنعملهم هنا بلس. ليه؟ لان التو ساينز نيجاتيف، تبقى نيجاتيف 16. طيب انا عايزه اجيب الواي برضو. طيب هودي التو الناحيه التانية بايه؟ بديفايدد 2. يبقى الواي ايكوال نيجاتيف 16 ديفايدد 2 بنيجاتيف 8. يبقى عرفت الاكس وعرفت ايه الواي. الاكس طلعت لي بنيجاتيف 3 والواي طلعت لي بايه بنيجاتيف 8. حليت المساله ولا لا؟ حليتها وخدت كمان 10 من 10. ادي نفسي بقى 10 من 10. طبعا انتوا نفسكوا اجي احل لكم في الامتحان وتاخدوا نفس الدرجه كده، بس ان شاء الله تعرفوا تحلوا، لان دي مسائل تافهه جدا والله العظيم وسهله قوي يعني، فمش محتاجه يعني. برضو عن الايه الايكوال ماتريكس. عرفت منين ان هي ايكوال ماتريكس؟ عشان هو جايب لي علامه الايكوال هنا، مش محتاجه تشغيل دماغ. طيب استفدت منها ايه؟ استفدت منها ان الاولى هتبقى ايكوال ايه الاولى اللي هي اكس سكوير بلس 1 ايكوال ايه 5. طيب وايه كمان؟ والتانية هتبقى ايكوال التانية، تمام مش محتاجه. والتالتة هتبقى ايكوال التالتة اللي هي 2y بلس 1 ايكوال ايه 4. طيب والرابعة هي طبعا ايكوال الرابعة. طيب نحل بقى equations عادية خالص اهي، مش بخترع انا. x سكوير انا عايزة اجيب طبعا الاكس، يبقى هودي ايه؟ هودي ال1 الناحية التانية بالنيجاتيف equal 5 minus 1. طلعت بكام؟ ب4. طبعا نعملها على الكالكوليتر عشان ايه ما نتلخبطش. طيب يبقى x سكوير equal 4. طب الاكس equal كام؟ 2. برضو هنعملها على الكالكوليتر وما نشغلش اي دماغنا خالص. طيب اجيب بقى، انا جبت خلاص ان الاكس equals 2 صح؟ صح انا عارفة. طيب نجيب بقى ايه الايكويشنز التانية اللي هي 2y بلس 1. عايزة اجيب الواي، هتبقى 2y وهودي ال1 دي الناحية التانية بالنيجاتيف equal 4 minus 1. يبقى 2y equal كام 3. يبقى الواي equal ايه؟ هودي ال2 الناحية التانية بالديفايدد، يبقى الواي equal 3 over 2. تمام. هنشوف دي اعرف منين بقى ان حلي صح. دي بقى حاجة بقى مهمة جدا، اعرف منين ان حلي صح. هعوض بقى، انا جبت هنا الاكس ب2. طب اعرف منين بقى؟ اتاكد منين ان هي ب2؟ 2 باور 2 بكام؟ هاجي هنا هعوض هنا 2 باور 2 بكام؟ ب4. 4 بلس 1 بكام؟ ب5. هل 5 دي equals 5 دي؟ طبعا. طيب انا عايزه اجيب، اعرف برضو ان دي اللي هي الواي equals 3 over 2 هي ب4، مش هي ال4 هنا هي دي. طيب 2 في الواي اللي هي طلعت ب 3 over 2 بلس 1. 2 اللي تحت هتروح مع 2 اللي فوق، اتبقى لي 3 بلس 1 طلعت بكام؟ ب4. هل ال4 دي equal 4 دي؟ طبعا. يبقى المسألة عندي صح 100% ولا لأ؟ 100% صح.
المسألة رقم 60 في ايه، في الايكوال ماتريكس. طيب هو بيقول لي find the values of x and y and z which makes the two matrices are equal. هو هنا مش قايل لي ان هم equal، حتى مديني علامة and بدل علامة ايه الايكوال. هو عايز ان انا اللي اثبتها. صعبها عليا كده؟ لا طبعا ما صعبهاش. تعالوا بقى نشوف ازاي. بصوا هعلمكم حاجة. بناخد الاول الحاجات السهلة. يعني انا عندي دلوقتي الاكس دي صعبة، والواي دي صعبة، والزد بلس 1 دي صعبة، فهستبعدهم دلوقتي. همسك ايه بقية الحاجات. الثري هي الثري ولا لا؟ الفور هي ده الزد برضو معانا في الحاجات الصعبة. ثانية واحدة نعلم بالاحمر، صعبة اهي. طيب النيجاتيف 1 هي النيجاتيف 1 ولا لا؟ هي الفايف هي الفايف ولا لا؟ الفور هي الفور. الثري هي الثري. الوان هي الوان. طيب انا كده عايزه اعمل ايه بقى؟ كده بسيطه جدا. ده كده انا ثبت ان الاكس ايكوالز 2 والواي دي هتبقى ايكوال زد بلس 1، ماشي، والزد دي هتبقى ايكوال ايه اهي. الزد دي هتبقى ايكوالز 4 اللي هي مكانها الناحيه التانية. طيب انا عايزه اجيب ايه بقى؟ انا دلوقتي عندي الاكس ب2 والزد ب4. عندي الواي بكام؟ لا عندي الواي ايكوال زد بلس 1. طب اقدر اعوض؟ اقدر اعوض. الواي ايكوال الزد بكام؟ قلنا ب4. 4 بلس 1 ب5، يبقى الواي ايكوالز 5. تمام. يبقى الاكس طلعت ب2 والواي ب5 وايه والزد ب4. على ايه؟ الاديشن اوف ماتريكس. الاديشن اللي هو البلس، يعني ده الاد اللي هو 2 بلس 3 هتدينا 5. تمام، مش هتدينا 6 طبعا لان دي بلس. طيب هنعمل الاد ازاي بقى؟ مديني 2 ماتريكس، ماتريكس A وماتريكس B، وبيقول لي اعمل لهم اد. طيب هعمل ايه؟ الاولى بلس الاولى، والتانية بلس التانية، والتالتة بلس التالتة، والرابعة بلس الرابعة. تمام فل قوي. يلا بقى نشتغل. هعمل براكت كبير 1 بلس 5. 1 بلس 5 طبعا مش لازم اكتبها، بس هنسهلها على نفسنا يعني. حتى البراكت ممكن نعمله اصغر علشان ياخد ايه مساحة. 1 بلس 5 بكام؟ ب6. 2 بلس 6 ب8. 3 بلس 7 ب10. طيب 4 بلس 8 12. حليناها ولا محليناهاش؟ حليناها وبسيطة جدا وشغل اطفال. يعني الاولى بلس الاولى، والتانية بلس التانية، والتالتة شغل اطفال قوي، صح ولا لا؟ نيجي بقى للمالتيبليكيشن اوف ماتريكس. مالتيبليكيشن اللي هو طبعا التايمز، مش محتاجين ايه نشرح يعني. طيب التايمز ده يعني ايه؟ يعني انا بمسك الماتريكس بتاعتي اللي هو مديها لي، بضربها في اللي هو قايل لي عليها. زي هنا مثلا قال لي find 2a، فانا هضرب الماتريكس بتاعتي كلها اللي هي ايه في 2 عشان اجيب ايه 2a. يبقى 2a equals 2 في 1 ب 2، 2 في 2 ب 4، 2 في 3 ب 6، 2 في 4 ب 8. ده الحل بتاعي، ده السوليوشن بتاعي. جبتها ازاي؟ عملت ضربت 2 في كل الارقام دي، في الاولى وفي التانية وفي التالتة وفي الرابعة. تمام. نيجي بقى للسبتراكشن اوف ماتريكس. سبتراكشن اللي هو ايه؟ الماينس. كنا بنعمله ازاي في ابتدائي؟ بناخد مثلا مديني 3 ماينس 2، بحط على ايديا 3 وبشيل منها 2، هيتبقى لي ايه؟ هيتبقى لي 1. انا بس قلت افكركم بالحاجات دي عشان لا تكونوا بس نسيتوا ولا حاجه. طيب مديني هنا ماتريكس A وماتريكس B، وعايز نعمل لهم A ماينس B. ممكن يقول لي B ماينس A عادي جدا، فاحنا ناخد بالنا هو طالب A عشان ما نجيبش على الفاضي اسمنا جبنا وخلاص، لا. طيب A ماينس B يعني هاخد الاولاني هعمله ماينس الاولاني، طبعا مش هننسى الايكوال. 1 ماينس 5 بكام؟ نيجاتيف 4. تمام. 2 ماينس 6 بكام؟ نيجاتيف 4. طيب 3 ماينس 7 بكام؟ بنيجاتيف 4. طيب 4 ماينس 8 بكام؟ بنيجاتيف 4. تمام ولا مش تمام؟ سهلة جدا مش محتاجة اي تفكير. طيب نيجي للمسألة اللي بعد كده. بيقول لنا ايه؟ مديني ماتريكس A وماتريكس B وماتريكس C، وعايز find the matrix 3A. عايز 3A minus 4B plus 5C. ايه العك كده بقى؟
ولا عك ولا حاجة، ده بسيطة جدا. 3A يعني انا هضرب ال3 في ال A، هضرب ال3 في ال A كلها، يعني هضرب 3 مرة في 2 ومرة في 5 ومرة في 3 ومرة في -1 ومرة في 4 ومرة في 2. طيب 3 في 2 بكام؟ ب6. 3 في 5 بكام؟ ب15. 3 في 3 بكام؟ ب9. 3 في -1 ب-3. -3. طيب 3 في 4 بكام؟ ب12. 3 في 2 بكام؟ ب6. كده جبت اول واحدة 3A minus 4B. اعمل ايه عشان اجيب ال4B؟ هضرب ال4 في البي كلها. 4 مرة في 3 هتديني كام؟ 12. 4 في 1 اهي ب4. 4 في -2 ب-8. 4 في 4 ب16. 4 في 1 ب4. 4 في -3 ب-12. تمام. بلس 5C، انا كده جبت ايه؟ minus 4B بلس 5C بقى. هعمل ايه؟ نفس الحكاية، هضرب ال5 في السي كلها. السي اهي، هضرب ال5 فيها كلها، يعني في ال5 مرة. 5 في 5 بكام؟ ب25. طيب 5 في -1 بكام؟ ب-5. طيب 5 في -1 برضو ب-5. 5 في 3 ب15. 5 في 0 ب0. 5 في -2 ب-10. يبقى عندي ايه؟ دي الناتج بتاعي. خلصنا على كده؟ لا طبعا ما خلصناش. هعمل ايه بقى؟ هعمل 6 minus 12 بلس 25 عشان يطلع لي الماتريكس الاخرانيه. تمام ولا مش تمام؟ يعني انا بعد ما جبت كل حاجه لوحدها وكتبتها لوحدها، هعمل ايه بقى؟ هحل بقى الماتريكس بتاعتي. هعمل 6 اول واحده ماينس اول واحده من هنا بلس اول واحده من هنا. تمام. طيب 6 ماينس 12 بلس 25 هتديني كام؟ 19. طيب 15 ماينس 4 ماينس 5 هيديني 6. طيب 9 ماينس -8 بلس -5 هيديني كام؟ 12. طيب -3 ماينس 16 بلس 15. انا عايزاكم يعني تشوفوا القلم وهو بيتحرك. تمام. هتديني -4. طيب 12 بلس 4 بلس اللي هي دي 4 بلس 0 هتديني كام؟ 8. طيب 6 بلس -12 بلس -10 هتديني كام؟ 8. كده ده حل المسألة بتاعي الصح. انما اللي جبته فوق ده ولا اي حاجة، هو بس هيسهل عليا الحل مش اكتر. انما ده الحل الاخير الصح، ده اللي اخد عليه الفول مارك. المسألة الجديدة هي فيها فكرة شوية. ماشي، هو مديني ماتريكس A وماتريكس B. عايز ايه هو؟ عايز ال A ترانسبوز بلس 2B. طيب انا اول حاجة همشي ستيب باي ستيب. هو عايز ال A ترانسبوز، انا اجيب له ال A ترانسبوز الاول. ال A ترانسبوز احنا قلنا بنشوف الاوردر الاول بتاع الاصلية. انا عندي الاوردر بتاع ال A ايه بقى؟ ادي 1 2 3، ادي 3 روز في كام كولوم بقى؟ في 1 2، في 2 كولوم. يبقى الاوردر بتاع الاصلية عندي 3 في 2. تمام ولا لأ؟ تمام. انا عايزة اشقلبها اخليها ايه؟ 2 باي 3. يبقى ال A ترانسبوز هتبقى كده equal 2 باي 3. 2 باي 3 اللي هو 2 روز، هتبقى كده 2 روز وايه؟ 1 2 3 كولومز. تمام. تمام. انا طبعا همسح عشان ايه؟ انا بس كنت عايزه اعرف مقاس البراكت بتاعي يبقى عامل ازاي، بدل ما نمسح ونقعد نكتب ونشطب في الامتحان. 2 في 3. طيب قلنا اللي جنب بعض اخليهم تحت بعض، يبقى ال2 جنبها ايه؟ جنبها 3 هخليها تحتها. طيب ال1 جنبها ايه؟ ال0 هخليها تحتها. طيب ال5 جنبها ايه؟ ال1 هخليها تحتها. ده الماتريكس الجديدة بتاعتي. ادي 2 ادي 1 2 روز في كام؟ في 3 كولومز. تمام. تمام. انا كده جبت ال A ترانسبوز. طيب عايزه اجيب ايه تاني؟ ال 2B عشان اعمل لهم بلس 2B equal. هضرب الماتريكس بتاعت B كلها في 2، يعني الاولى في 2
نيجاتيف 1 في 2 بكام؟ بنيجاتيف 2. 1 في 2 بكام؟ ب2. 1 في 2 تاني بكام؟ ب2. طيب 3 في 2 بكام؟ ب6. طيب 2 في 2 بكام؟ ب4. 1 في 2 بكام؟ ب2. ادي كده ال2 بي. كده انا جبت الاي ترانسبوز وال2 بي. هو عايز نعمل لهم ايه؟ اعمل لهم بلس. عايز الاي ترانسبوز بلس ال2 بي بلس ال2 بي. هعملهم ازاي؟ هعمل الاولى بلس الاولى والتانية بلس التانية. بس الاول اكتب ان انا بجيب الاي ترانسبوز بلس ال2 بي ايكوال. هعمل الاولى بلس الاولى. ال2 بلس نيجاتيف 2 بكام؟ ب0. طيب 1 بلس ال2 بكام؟ ب3. طيب 5 بلس 2 بكام؟ ب7. طيب 3 بلس ال6 بكام؟ ب9. الزيرو بلس الفور بكام؟ ب4. طيب ال1 بلس 2 بكام؟ ب3. كده انا خلصت حلي. طبعا خلاص، واخد الفول مارك كمان. ده كده الحل بتاعي الاخير اللي هو الاي ترانسبوز بلس ال2 بي. قبل ما اجيب اي ماتريكس لازم اكتب قبلها انا بجيب ايه. مش هجيبها اللي هو بالبركه كده، انا سايبها لك بقى انت نقي لي حاجه على ذوقك كده. لا، انا اكتب له انا بجيب ايه. بجيب الاي بلس 2 بي. هنا فوقيها انا كنت بجيب ايه؟ ال2 بي. طب فوقيها التانية كنت بجيب الاي ترانسبوز. مش هكتب له جنب اي ماتريكس اي حاجه وخلاص، ولا اسيبها له فاضيه. لا، بقى حاجه هقولها خلاص في الفيديو اللي هي ايه؟ السيمتريك والسكيو ماتريكس. ايه هي السيمتريك ماتريكس؟ تعالوا مع بعض نشوف. مبدئيا كده انا بس عايزه اقول لكم حاجه. انا يعني باخد وقت شويه في المساله بحيث ان انا افهمها لكم كويس، لان انا مش بلعب على ايه اللي هو تجيبوا درجه كويسه وخلاص. لا، انا بجد عايزه كله يقفل، كل اللي بيشوف الفيديو يقفل المساله، مش بس يحل كويس. لان بجد يعني الدرجه بتفرق في المجموع. فكر وانت كده بتضيع درجه في فرحه مامتك وانت مش عارف تفرحها، وفكر في فرحتها لما انت تفرحها وتجيب لها درجه كويسه. تمام؟ انا حباكوا بس ايه، يعني تبقى عندكوا الحافز انكوا يعني تقفلوا وتجيبوا درجة كويسة. مش بس درجات حلوة وخلاص، لا، تجيبوا درجة نهائية تخلي اللي قدامكم مش عارف ينقصكوا على ايه. اصلا انتوا حالين كل حاجة، هتخلوه ملهوش وش ان هو ينقصكوا. تمام؟ ماشي، نرجع بقى لدرسنا تاني. طيب انا عندي السيمتريك ماتريكس والايه والسكيو ماتريكس. ايه هي السيمتريك ماتريكس؟ السيمتريك يعني حاجة متطابقة. يعني ايه؟ يعني انا لو مسكت كده دي، ده كده انا فاصله بينه وبين المثلث ده والمثلث ايه ده. تمام؟ طيب النيجاتيف 1 هنا مش هي النيجاتيف 1 هنا. الزيرو هنا مش هي الزيرو هنا. النيجاتيف 3 هنا مش هي النيجاتيف 3 هنا. طيب انا عملت ايه في السيمتريك ماتريكس دي؟ قسمت الماتريكس يعني ما بين حاجتين يبقوا الاتنين متطابقين. انا زمان لما كان بيبقى عندي مثلث كده ومثلث كده ويقول لي اثبتي ان هما سيمتريك، وكان يجي فاصل بينهم كده ويقول لي اثبتي ان هما سيمتريك، كنت بعمل ايه؟ بثبت ان دي بتساوي دي ودي بتساوي دي وايه، والسايد ده بيساوي السايد ده. صح ولا لا؟ ده اللي انا هعمله هنا بالظبط. انا عايزه اثبت ان الارقام كلها بتساوي بعض. ده اللي انا عايزه اثبته. يعني عايزه اثبت ان وهنا اخد شكل مثلث وهنا اخد برضو شكل مثلث. عايزه اثبت ان الفيرتكس بتاعت المثلث هي الفيرتكس، والقاعدتين هم الزيرو هي الزيرو، والنيجاتيف 1 هي النيجاتيف 1. اللي فاصل بينهم ده بقى ملناش دعوه بيه ولا هنعبره اصلا. تمام؟ دي السيمتريك ماتريكس. طيب السكيو ماتريكس. السكيو ماتريكس دي بيبقى اللي فاصل بينهم زيروهات. يعني هنا كان اللي فاصل بينهم ايه؟ اي رقم 2 4 5 كان اي ارقام عاديه. لا، انا اللي هنا في السكيو ماتريكس اللي فاصل بينهم زيروهات. طيب هل هيعمل لي الماتريكس زيها بالظبط؟ هيعملها لي بس ايه؟ نيجاتيف. يعني مثلث اهو ومثلث اهو. الفور بقت ايه؟ نيجاتيف 4، والنيجاتيف 3 بقت ايه؟ 3، والنيجاتيف 2 بقت ايه؟ بقت 2. تمام ولا مش تمام؟ بقت هي الارقام بس ايه؟ نيجاتيف. بس هي يعني هتلاقي في اخر واحده النيجاتيف 4 بقت هي الفور، وال3 هي 3. طيب ينفع هنا، انا عندي بس كومنت، ينفع النيجاتيف 2 اشيلها؟ يعني اشيلها من هنا كده واشقلب دي كده، اخلي هنا النيجاتيف 2
وهنا الفور، ده ينفع، والنيجاتيف 4 هنا. طب هدور هنا على النيجاتيف 2، النيجاتيف 2 اللي هي جنب البراكت، اللي هي الفيرتكس بتاعت ايه المثلث بتاعي، وهنا برضو اهي دي الفيرتكس بتاع المثلث. قصادها ايه؟ يعني انا لو جيت طبقتها كده، تخيلوا معايا لو جيت طبقتها هيبقى النيجاتيف 2 قصادها الفور، مش هينفع. وهنا نيجاتيف 3 قصادها ال3، وهنا ايه النيجاتيف 4 قصادها ال2، ده كده غلط. لا انا عايزه كل واحده تبقى قصادها التانية بس بالنيجاتيف. اما في السيمتريك ماتريكس، انا في السيمتريك سيمتريك بالظبط، يعني كلهم متطابقين بالظبط بالنيجاتيف وبالبوزيتيف. يعني نيجاتيف 3 هي هتبقى نيجاتيف 3، مش هتبقى بوزيتيف 3. تمام. بقى اول مساله سوا من ايه، من السكيو سيمتريك ماتريكس. السكيو ده احنا اتفقنا اللي هي بتفصلهم زيروهات وكلهم بيبقوا متطابقين زي بعض، بس فرق ايه الساين. يعني هنا 5 قصادها ايه نيجاتيف 5، ده كده تمام. طيب y ماينس x المفروض يبقى قصادها ايه 12، يبقى دي كانت بكام عشان يبقى قصادها 12؟ يبقى ال y ماينس ال x كانت المفروض تبقى بكام علشان يبقى اللي قصادها 12؟ كانت المفروض تبقى بنيجاتيف 12. احنا قلنا ان هي بتبقى نفس الرقم بس فرق، لو هي بوزيتيف قصادها بوزيتيف يبقى هي هتبقى نيجاتيف، ولو قصادها نيجاتيف هتبقى هي ايه بوزيتيف. طيب انا هنا قصادها 12 هتبقى هي اصلا ايه نيجاتيف 12، فجالي يعني استنتجت كده ان هو ايه y minus x equal negative 12. طيب عندي ايه تاني ناقص؟ الهاف x. الهاف x المفروض يبقى قصادها ايه نيجاتيف 8، يبقى هي المفروض كانت ايه اصلا 8، يبقى الهاف x equals ايه 8، لان انا عندي قصادها نيجاتيف 8 فهتبقى هي الاساس اصلا ب 8. تمام. يلا بقى نحل سوا. انا كده عندي two equations بس ممكن نكتبهم جنب بعض اسهل. half x equals 8. نمسح بقى دي، ماشي. يلا بقى y minus x equal negative 12 و half x equals 8. هجيب ايه اسهل الاول؟ هجيب الهاف x طبعا لان هتطلع لي الاكس، انما الواي ماينس اكس انا عندي الاتنين مجهولين مش هعرف ان انا اجيبهم. تمام. طيب الاكس equals 8 في divided half. طبعا علشان اجيب 8 divided half دي كنت بعمل ايه x equals 8 في، لو عايزه اجيبها تايمز بقى كنت بشقلبهم 2 على 1، يبقى x equals 8 في 2 بكام ب 16. جبت الاكس طلعت ب 16. هعوض بقى هنا سهله بقى، الواي ماينس الاكس اللي هي اللي انا لسه جايباها بكام ب 16 equal negative 12. طيب انا عايزه اجيب الايه الواي، يبقى هبعت النيجاتيف 16 الناحيه التانية بايه بالبوزيتيف، يبقى نيجاتيف 12 بلس 16 هيديني الواي equals كام 4. تمام. يبقى طلع الاكس عندي ب 16 والواي طلعت عندي ب 4. تمام. مش محتاجه اي فزلكه ولا اي حاجه، وما فهمناش والموضوع بسيط. نشوف برضو المساله دي على السيمتريك ماتريكس. السيمتريك ماتريكس احنا قلنا بيفصلهم اي ارقام بقى، مش شرط زيرو. طيب بس اللي يبقى قصادها يعني الرقم قصاده الناحيه التانية يبقى هو ايكوال، لان هي سيمتريك. السكيو بيبقى ايه ايكوال بس different in sign. تمام. طيب يبقى هنا نيجاتيف 2x equals ايه 8. طبعا النيجاتيف 2x هتبقى ايكوال 8. طيب انا عايزه اجيب الايه الاكس، هعمل ايه هودي نيجاتيف 2 الناحيه التانية بالديفايدد، يبقى 8 divided نيجاتيف 2 equal نيجاتيف 4. تمام ولا ايه؟ تمام. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واعملوا لي سبسكرايب علشان يوصل لكم كل حاجه اول باول، وكل درس جديد انزله ونحل كل حاجه سوا. ولو عجبكم طبعا الفيديو اعملوا لي لايكات كتير، واكتبوا لي في الكومنتس ايه اللي انتوا كنتوا محتاجين ان انا اقوله في الفيديو وما لقيتوهوش، واكتبوا لي لو في مسائل انتوا عايزين تحلوها هنزلها لكم تاني في تاني فيديو يعني بعد كده اللي احنا نحل فيه بقيه المسائل ان شاء الله. واستنوني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، والدرس اللي جاي ان شاء الله يبقى خفيف برضو زي ده. اعتقد انكم فهمتوه يعني، اتمنى يعني انكم تفهموا اللي انا بقوله، وان شاء الله كلكم تجيبوا الدرجه النهائيه. بس اقعدوا اتفرجوا كل شويه على ميس رنا عشان تجيبوا ايه الدرجه النهائيه. يلا سلام.